بس اللي الناس متعرفوش ان زنزبار زمان ما كانتش وجهة سياحية. زنزبار كانت الوجهة والميناء الاساسي لتجارة العبيد، وكل ده كان تحت سيادة بريطانيا لغاية ما وصلنا في القرن 19 ان مر اكتر من 50,000 عبد في زنزبار. وعشان كده قررنا نروح للسليف ماركت او سوق تجارة العبيد عشان نشوف كل مراحل العبودية في العقود اللي فاتت. تنبيه: الفيديو ده ممكن ما يناسبش من هم دون 16 سنة. الفيديو ده فيه مظاهر مؤسفة ضد الإنسانية، نحمد الله إنها بقتش موجودة ولو بنفس النسبة. So the building was hospital before, but right now they use just lodge, but still is in renovation, so it's no longer lodge. المكان اللي احنا دخلنا ده فيه في الأول هو عبارة عن مستشفى زمان، لكن دلوقتي هما بيرمموه. اوكي. هو كان هما دلوقتي بيرمموه عشان يبقى زي لونج أو استراحة